كاسات حلاوة سميد بالفستق عليها قشطة وكلاج، طعم خرافي. يلا نبلش. أول شي رح نحضر حلاوة السميد بالفستق. احنا بحاجة لكاسة من السكر، نضيف عليها كاسة وربع من المي السخنة ومعلقة صغيرة من السمنة ومعلقة كبيرة من ماء الورد ومعلقة كبيرة من ماء الزهر. رح نخليهم يغلوا مع بعض وننزل عليهم كوب من الفستق الحلبي وكوب من السميد الناعم وكم نقطة من الملون الغذائي. طبعا هذا الشيء اختياري ويا ريت تبعدوا عنه. اقولكم ليش؟ لانه بالغلط انسكب معي كتير لون، فتطلعوا عليها كيف طلع لونها كتير اخضر. هذا الشيء بالنسبه لي مزعج، بس ما اثر اكيد على الطعم، ويمكن للبعض يكون لون مفرح، بس انا مش هذا اللون اللي كنت بدي اياه. عموما خلينا نكمل الوصفه. بنستمر بالتقليب لحتى نحس انه السميد عم بيشرب كل الميه، بصير قوامه كتير متماسك ومجمع على بعض، وحتى انه ما بيلزق بالطنجره، وهيك بنوصل لمرحله الاستواء. بعد هيك بنقله على صحن وبستنى يبرد تماما قبل مرحله التشكيل، وهيك بنكون خلصنا أول خطوة. أما تاني خطوة فهي عبارة عن تحميص الكولاج. جيبوا عجينة الكولاج وقطعوها بشكل عشوائي وادهنوها بالزبدة. أنا كان عندي سبراي زبدة فرشيت عليها، دخلتها الاير فراير شوي وخلال دقايق كانت متحمصة معي. وآخر مكون هو القشطة العربية، رح تلاقوا وصفتها عندي بقناتي. وهلا بنيجي للتطبيق. رح ناخد جزء من العجينة نعمل منها طابع، ومثل طريقة تشكيل الكوب رح نعمل هيك فتحة من النص ونحشي فيها القشطة. بنحطهم داخل الكاسة، زينتها بالكولاج المحمص، رشة من سكر البودرة وفستق حلبي. ما تتخيلوا قد الطعم خرافي، ماء زهر على فستق على قشطة على كولاج. يا سلام، صحة وعافية وافطار هني يا رب.